هاد الدري هذا كيجيب الخبر اليقين والله العظيم. تيجيب الخبر اليقين، ما تيقولش شي حاجه زايده ولا ناقصه. سمعت لي انا من القضيه ديال الحمد لله، قالها هو قبل المونديال بشي 3 شهور، سمعته قال بالله الحمد لله غادي يكون حاضر في المونديال. سمعوا دابا راه تيجيب خبر يقين هاد الدري هذا. لانه في الحاله الدفاعيه لنادي البلوز تشيلسي كان كيلعب ب 5-2-2-1، وشكون اللي كان كيكمل الخماسي ديال الدفاع النادي اللندني؟ طبعا هو المغربي حكيم زياش، اللي اكيد لاحظتوا كاملين انه كان كيرجع كثيرا للخلف وكيولي لاعب كانه ظهير ايمن، او بمعنى اصح وادق كلاعب وينغ باك، يعني شكل مختلف نسبيا عن الظهير، بحيث المهام الهجوميه ديالو كتكون بشكل اكبر. اما هجوميا فزياش حكيم كان كيصعد للامام على الخط، ودائما كان كيصطدم بالدفاع الخماسي المنظم لنادي توتنهام، اللي ما كانوش كيخليو ليه المساحه بتاتا البتة. زائد الضغط ديالهم العالي على حامل الكره صعب على حكيم باش يخلق الفارق في الثلث الاخير، اولا بسبب انه ما كانش كيلقى مساحه اللي كيحبدها، وثانيا دائما كان كيلقى راسو قدام جوج مدافعين. لذلك في بعض اللحظات شفنا المغربي بدا كيدخل للعمق باش يقلب على المساحه لاستلام الكره بعيدا عن مراقبه الظهير الايسر ويرزي بن ديفيس. اما بالنسبه للقطه ديال طرد حكيم زياش ثم تراجع الحكم بعد ذلك، فغادي نعطيكم القصه باختصار. فكما كيبان لكم في الاول كان هناك تدخل لا رياضي على حكيم من طرف اللاعب البرازيلي ايمرسون، واوتوماتيكيا هنا كتجي رده فعل الحكيم اللي في الاساس كان قاصد يدفعوا من الكتف، وكما كيبان لكم في الصوره من بعد يدي زلقات وقاصد وجه اللاعب ايمرسون، يعني ما كانش زياش حكيم قاصد يصرفق لك لاعب الخصم، فقط يدي زلقات من كتف المدافع وقاصد الوجه ديالو بدون قصد. لذلك تم استدعاء الحكم للفار وتم اخباره اكيد بهذه المعطيات اللي قلت لكم سلفا، وبذلك الغى قرار الطرد. وبين قوسين المحللين اللي كانوا في البي ان سبورت بغرابه شديده ما عرفوش يطلعوا هذه التفاصيل، واقروا بان زياش حكيم كان يستحق الطرد. وهنا الكلام طبعا على ابو تريكه محمد. على العموم حكيم زياش للامانه قدم مستوى متوسط، وكان لعب 62 دقيقه وتحصل على تقييم 6.1. اما بخصوص الدولي المغربي اشرف حكيمي وجديد اصابته، فكما عارفين كان رجع للتدريب الجماعي مؤخرا، ولكن رغم ذلك تم اسقاط الاسم ديالو من مباراه اليوم اللي كانت ضد نادي مارسيليا. ولكن قبل ذلك كان خرج المدرب كريستوف غالتي بتصريح في هذه الجزئيه وقال بالحرف بان حكيمي اشرف غادي يشارك في التدريبات الاخيره قبل المباراه، ومن بعد سنتخذ القرار واش غادي يشارك في الماتش ضد مارسيليا او لا. وكما ذكرنا سلفا بان المدرب الفرنسي كريستوف غالتي اسقط اسم حكيمي اشرف من قائمه اللاعبين اللي شاركت في مباراة اليوم. والسبب وراء ذلك وحسب ما ادعته صحيفة ليكيب الفرنسية ان هذا الاستبعاد ديال المغربي هو اجراء احترازي فقط من المدرب غالتي، بمعنى حكيمي حاليا ما مصاب ما والو الحمد لله، فقط ما بغاوش يغامروا به في هذه المباراة لانه كل ما خدا وقت راحة اكبر غادي يكون مزيان. زائد من هنا ل10 ايام غادي تكون مباراة مهمة جدا ضد بايرن ميونخ، وهذا باختصار البلان ديال حكيمي اشرف. ومن حكيمي اشرف انتقل مباشره الى بونو ياسين، فكما عارفين انه مرشح باش يتوج بجائزه افضل حارس في العالم، واللي كينافسوا عليها كل من الارجنتيني ايمانويل مارتينيز المتوج بمونديال قطر 2022، وكذلك البلجيكي تيبو كورتوا المتوج بدوري ابطال اوروبا. الجديد الان وهو كاين بعض التقارير الاخباريه اللي كشفت عن بعض التسريبات بخصوص الفائزين بجوائز الفيفا لسنه 2022، اللي اكدوا بان الحارس الارجنتيني مارتينيز ايميليانو هو اللي غادي يتوج بجائزه افضل حارس مرمى في العالم. بل اكثر من هذا، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا قال لك غادي يجي في المرتبه الثانيه كافضل حارس مرمى بالعالم، اما ياسين بونو فغادي يكون في المرتبه الثالثه. وباش نكونوا واقعيين هذا الترتيب ديال الحراس كان متوقع، لان المعيار الاول ديال هذه الجائزه هي اهميه اللقب وليس المستوى اللاعب او الحارس. فلو كانت هذه الجائزه عادله وكتعطى للاعبين اللي قدموا مستوى جيد في الموسم، كنا غادي نشوفوا الدولي المغربي ياسين بونو هو اللي غادي يتوج بها، وكنقولها بكل حياديه وبدون اي عاطفه او انتماء. وايضا توقعي الشخصي كنقول بان البرغوث ميسي ليونيل هو اللي غادي يتوج بافضل لاعب في العالم، زائد مدرب الارجنتين ليونيل سكالوني هو اللي غادي ياخذ افضل مدرب في العالم. عموما كل توفيق للمغربي ياسين بونو. ايضا عندنا واحد الخبر على ايوب الكعبي. فاولا للتذكير فقط بان نادي هاتاي سبورت تركي قرر الانسحاب من البطوله بسبب كارثه الزلزال، لذلك كان على المهاجم المغربي يقلب على نادي اخر يكمل معاهم باقي هذا الموسم. والجديد اليوم وحسب صحيفه هابيريكو التركيه قالوا بان الكعبي اصبح مطلوبا لدى العديد من الانديه التركيه طبعا، واللي منها اسطنبول باشاكشاهير، طرابزون سبور وقونيا سبور كذلك. ومع نفس المصدر قالوا بان اسطنبول باشاكشاهير يبدو هو الاقرب للحصول على توقيع اللاعب المغربي الكعبي ايوب، وذلك على سبيل الاعاره حتى نهايه هذا الموسم. وباختصار هذا فيما يخص جديد ايوب الكعبي، واللي كنتمناو ليه هو ولجميع المحترفين المغاربه كل التوفيق. وحتى لهنا كنكون وصلنا لختام الفيديو، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.